بطل العالم المغربي بدر هاري اختار الالتزام وشغل وقته بقراءة القرآن والصلاة داخل أسوار سجن أمستردام بهولندا الذي يقضي به عقوبة سجنية تبلغ مدتها 6 أشهر. وحسب ما تم الكشف عنه بخصوص بدر هاري فإن هذا الأخير استطاع بسرعة كبيرة الانسجام مع باقي السجناء وخاصة القريبين منه، حيث ربط علاقات صداقة قوية معهم ما هون عليه وحدة السجن ومكنه من قضاء أيامه الأولى في السجن بسلام وهدوء. تجدر الإشارة إلى أن سجن بدر هاري جاء عقب اتهامه قبل 3 سنوات بالاعتداء على رجل أعمال هولندي بأحد الملاهي.